السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. انا وراكي لحد ما تحسي ان انتي ملك الجمال، وانتي فعلا ملك الجمال. انا معاكي لحد ما توصلي لكل اللي انتي عايزاه بمنتهى الامان، وبالامكانيات البسيطة، بالامكانيات المتاحة. وبصي، وراكي خدودك خست. طالعين من رمضان واحنا شاحبين، عملنا رجيم، خدودنا سقطت، خدودنا وقعت، رقبتي فيها تجاعيد، ايديا مش احسن حاجه وعايزه انفخها. النهارده جايبالك فيلر من الاخر كده، فيلر 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 واقوى من الفيلر. على نار هاديه جدا جدا جدا. هتجيبي لي ايه؟ هتجيبي لي كوبايه عصير قصب. عارفه العصير القصب؟ انا عايزه كوبايه عصير قصب يا جماعه. كوبايه عصير قصب. وتحطي فيها ايه؟ تحطي لي فيها معلقه حلبة حصى، تكوني غسلاها وحطاها فيها. ورقتين كركديه، ورقتين بالعدد كده، لو كركديه مطحون هتحطي حاجه على طرف المعلقه كده. معلقتين بذور كتان. تمام كده. وعلى النار هاديه، ونعلق الكنكه بتاعتنا او اي حاجه حاطين فيها. عايزه كوبايه العصير القصب، على ما تغلي هتبقى نص كوبايه. هيبقى معاكي جل. لونه ايه؟ لونه كده بني. هو ده اللي انا عايزاه. تكوني محضره لي ايه بقى؟ معلقه رز مطحون او معلقه نشا. معلقه رز مطحون او معلقه نشا. تمام كده. طيب. ومعاها معلقه ونص خميره فوريه، اللي هو الباكو الصغير اللي بتجيبيه من عند البقال ده. تخلطي المكونات دي كلها مع بعضها، يطلع معاكي ملمس كريمي كده زي الصابون اللي احنا كنا عاملينه بالظبط. هتجيبي معلقتين من كريمك المرطب. انا بقولك استخدمي بانسينول، او هيبتا بانسينول، او اكسترا بانسينول، او بي بانسين، او ريفيتو، او موندو. حسب نوع بشرتك. كريم المرطب اللي عندك، ما عندكيش لا ده ولا ده، استخدمي القاعده الكريميه اللي احنا بنقول عليها، اللي هي بالكيلو بنجيبها من عند مستلزمات السناتر او الكوافيرات. وعلى فكره قريب جدا جدا هوفر لك القاعده الكريميه ومعاها امبولات الزيوت. ده برضو هيبقى اكسكلوسيف وحصري عندي انا بس. معلش انا تعبانه ومجهده، بس انا كان لازم اقول الفيديو ده. عارفين انا بفكر في الحاجه بقوم الصبح الاقي حد عاملها، فقلت لازم لازم لازم، لان انا بقالي فتره بستخدم الكريم وتحفه. مش بس بقى نفخ، يعني انا مش هقولك انه بيدي فوليوم والبكتيريا بتشتغل فبتديكي فوليوم، لا. فوليوم ونضاره، خدود حمراء. عارفه خدود التفاح؟ بتبقى كده. الكركديه مقشر، وبيخلي بيزيل طبقه الجلد الميت. الرز بيرمم حاجز البشره وبيخلي بشرتك قشطه. قولي بقى الخميره، ناهيكي عن الخميره وعن الحلبه وعن الجل بتاع بذور الكتان. يعني بصي، خمسة في واحد. يعني هتشدي وتخلي خدودك تفاح وتنفخي، وحاجة كده قمر بديل كل حاجة تقريبا. جربي الوصفة دي، وبالله عليكي تدعي لي دعوة من القلب يا ستي. وجربي. جربي. اعملي سبسكرايب للقناة بس الأول. قبل أي حاجة لازم تكوني عاملة سكراب حلو. سكراب الحلو بالنسبة لي أنا في الأيام اللي احنا فيها دي، معلقة شوفان مطحون. معلقة شوفان مطحون مع، يا إما لو بشرتك دهنية يبقى مع مية ورد. لو بشرتك جافة يبقى مع عسل. لو بشرتك دهنية مع مية الورد ممكن تحطي نقطة ليمون واحدة. وتفركي بشرتك كويس جدا جدا. هتلاقي اصلا بعد ماسك الشوفان ده هتلاقي بشرتك منوره كده ونضره وجميله، ما خاليه بقى من الزيوت ومن اي حاجه بصراحه. حلو قوي قوي ماسك الشوفان ده. تحفه. ما عندكيش شوفان يا قلبي، يبقى تلوه البن او الشاي، سواء ده او ده، وتاخديها تلوه اللي انت بعد ما شربتي فنجان القهوه او كوبايه الشاي بتاعتك. تاخدي التلوه اللي فيها دي وتحطي عليها معلقه عسل وتفركي بشرتك كويس جدا جدا. كريم بذور الكتان. بذور الكتان والكركديه والحلبه اقوى من اي براند هتجيبيه بمبلغ وتدفعي فيه مبلغ قد كده. النتيجه بتبان بعد قد ايه يا ابله اماني؟ بتبان بعد مثلا من اول اسبوع، من تاني اسبوع. تمام. اسيبه على البشره قد ايه يا ابله اماني؟ اسيبه يا حبيبتي لحد ما ينشف ويعضم. انا عايزاه ينشف ويعضم خالص. بتزيليه بالميه الفتره، وبعدين تزيلي بالميه البارده، وبعدين ترطبيه. تعالي بقى لقصه الترطيب دي، قصه مش عايزه اقول لك. عايزه ارطب بحاجه تحبس لي كل اللي انا عملته ده على الجلد، وتخلي بشرتي فلافي كده ومنديه. هتجيبي بخاخه الميه الورد وتبخي بشرتك. تمام. لو انا بشرتي جافه هرطب بفازلين، اضافه الى كريم المرطب. يعني الفازلين هيبقى اكتر. لو انا بشرتي دهنيه يبقى كريم المرطب سواء كان جل او كريم عليه سنه بسيطه من الفازلين. تقولي لي بقى كذا كذا كذا، انا عايزه اقول لك ان ده هيعمل معاكي نتيجه غير عاديه. الوصفه دي اعملي التكنيك والروتين ده قبل قبل العيد. هتعيدي بخدود تفاح
وعليا. جربي تابعيني بقى على قناه وصفه طبيعيه وكريم الصيدليه، اعملي سبسكرايب للقناه. انا منى عيني يعني الاول كده ان مثلا القناه توصل ل 100,000 في الاول، زي اللي على الانستجرام او لا على الفيسبوك نص مليون. لا انا عايزاها توصل 100,000 في الاول. بشكركم جدا على كومنتاتكم الجميله، وبشكركم جدا 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 على ثقتكم الغاليه، ويا رب ابقى عند حسن ظنكم. وميرسي جدا 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 جدا، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا الايام بخير وتعيدوا وانتم مبسوطين وعاملين كل اللي نفسكم فيه. يلا بينا، يلا بينا، سلام عليكم.